يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روا فيتوريا في تمام 10 مساء اليوم الأحد مباراة غاية في الأهمية، عندما يلتقي الكونغو الديمقراطية على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو ضمن منافسات دور 16 ببطولة أفريقيا. يعاني منتخب مصر العديد من الغيابات في مباراة اليوم بسبب الإصابات التي ضربت الفراعنة، وأبرزها محمد الشناوة حارس المرمى ومامو عاشور ومحمد صلاح. وجهز البرتغالي روي فيتوريا تسجيلات لمباريات دور المجموعات بكأس أفريقيا لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون استعدادا لمواجهة الدور المقبل، والتي يأمل فيها المدرب البرتغالي في تحسن النتائج ومواصلة التمسك بالحلم، وهو التتويج بلقب الأفريقية. ويفكر روي فيتوريا جديا في الدفع بمحمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو في الوسط أمام الكونغو، مع تواجد ثلاثي هجومي وهم محمود حسن